بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة أنا عاملة كبدة اسكندراني. الكبدة ديت يا جماعة تنبيه وحاجة، يعني خلي بالكم منها. الكبدة ما بتتغسلش، الكبدة ما بتتغسلش، لأنها لو اتغسلت أو جه عليها مية بتتزفر. تمام، وهتحسي بطعمها كده مش تمام معاكي. انا عملت ايه بقى؟ جبت الكبده، حطيتها في مصفى كده هوت، وكنت دقه توم، كنت دقه توم بفلفل اخضر، وكان عندي في الفريزر شايليه هريسه. الهريسه دي بتبقى ايه؟ فلفل احمر ضرباه بالثوم، وحط عليهم ملح ونقطه زيت، وحطهم في علبه وفي الفريزر. لما بحب اعمل كبده كده هوت او فول بالخلطه بطلعها وباخد منها حته. تمام، فانا قمت حطها مع الثوم، وحطيت عليهم خل، وخدت معلقتين كده حطيتهم على الكبده بالتوابل، ملح وكمون وكزبره وشطه، وشلتهم على جنب. تمام، ودلوقتي هعمل ايه؟ وخل طبعا. دلوقتي هعمل دقه. الدقه دي طبعا بنت اختي بتحبها موت وبتعشقها مني، ربنا يخليها يا رب ويحفظها يا رب وينجحها في كل طريقها في كل حياتها. انا عملت ايه؟ جبت حله صغيره حطيت فيها برضو توم بالفلفل الاخضر، ومعلقه هريسه برضو، خلي بالكوا عشان ساعات بتبقى حاميه. وجبت 3 معالق شطه حاميه قوي، وقلبتهم كده هوت مع بعض جامد. وكنت عامله الصلصه بتاعه المكرونه، خدت منها معلقتين كده حطيتهم على الشطه والثوم وقلبتهم كده هوت كويس. تمام، وهحط خل وميه، وهسيبهم بقى على النار يغلوا شويه. دي الدقه بتاعتي، جامده قوي الصراحه. وخلي بالك انت لو خدتي مثلا منهم معلقتين كده هو حطيتيهم على المكرونه وقت الغدا وفضل منك ياما، ممكن تحطيهم في برطمان او في اي حاجه ألمونيوم وحطيهم في الفريزر. لما تعملي مكرونه تاني طلعيهم وسخنيهم، بتبقى حلوه برضو قوي. خلي بالك انا بعمل كده هوت لما بتبقى زايده معايا وياما بعمل كده هوت. ودي طبعا مكرونه بالصلصه. الصلصه انا بعملها ازاي؟ كلكم طبعا شاطرين وبتعرفوا تعملوها. جبت بصلايه وحمرتها، وبعد كده نزلت عليها بالطماطم اللي انا ضربها في الخلاط، وحطيت عليها ملح وفلفل ربع معلقه شطه، وربع معلقه كزبره ناشفه، وربع معلقه سكر طبعا عشان يعادل الحموضه بتاعه الطماطم، ده لازم، وورقتين لوري. وسبتهم يغلوا على النار لحد ما تتسبك. وطيت عليها شويه بعد ما غليت وسبتها تتسبك. هنا هو الكبده انا جبت ايه وعملت ايه بقى؟ جبت معلقتين توم، حطيتهم في المقلايه بالزيت، اديتهم تقلبتين كده هو، وبعدين نزلت عليهم بالكبده اللي انا كنت شايلاها على جنب وحاطه فيها التوابل والثوم والخل. هشوحها كده اهو شويه لحد لونها ما يتغير. تمام، بصوا الدقه بتغلي اهي، هفضل اقلبها حبه كده اهوت لحد اللون ما يتغير. تمام، فين بقى اللايك يا جماعه والاشتراك؟ يلا اضغطوا على اللايك والاشتراك يا حبايب قلبي. هنا اهوت بقى بعد ما شوحت وغيرت لونها نزلت عليها بفلفل اخضر. انتي وشوقك بقى، عايزاه فلفل اخضر حامي يكون بارد، بس احنا بنحبوها بتبقى حاميه بتبقى حلوه. ماشي يا حبايبي. وبعدين نزلت برضو بالتوابل عشان التوابل اللي فيها اصلا ما تكفيش، ملح وكمون وكزبره ناشفه وشطه. تمام، وهنا اهو حطيت قلبت الثوم بالكمون بالخل، وقمت نازله بيهم تاني على الكبده. تمام، والله العظيم تحفه 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 تحفه. جربوها وقولوا لي ايه رايكم فيها. دي الكبده الاسكندراني اللي هنا في اسكندريه بنعملوها. تمام، غير الكبده اللي بيعملوها في مصر بيبقى عليها تقريبا بصل وتوم برضو وفلفل وحاجات كده هو ياما. لا، احنا نقعد في اسكندريه بتبقى توم وفلفل اخضر. ماشي يا حبايبي، بصوا المكرونه اهي، بس عايزه تقلب تاني طبعا اجيب من تحت واقلب، انا مش عارفه اقلبها. تمام، عشان ماسكه الموبايل بصور بايد والايد التانية بقلب بيها. ماشي يا حبايبي، بصوا اهوت لحد ما شوحتها خلاص. وهنا اهوت بعد ما قفلت عليها النار
بقوم جايبه نص ليمونه وعصرها عليها واقلبها حلو، واحط بقى في الاطباق، وبألف هنا وشفا يا رب عليكم وعلى قلبكم وعلى حبايبكم كلكم. جربوها وقولي في التعليقات ايه رأيكم. ماشي، وما تنسونيش يا حبايبي من اللايك والاشتراك. ماشي، بصوا الدقة اهي. ماشي، انا حطيت حبة في طبق كده اهوت واحنا بنتغدوا، والباقي سايباه في الحلة عشان ما تبصي كلها. والكبدة اهي، وبصوا قرن الفلفل الاحمر المشطشط ده يا وعدي ياي حامي نور الصراحة، ده غير الشطة اللي انا حطاها فيها اصلا. وجربوا الهريسة اللي بقولكوا عليها دي، تجيبوا فلفل احمر وتضربوه بتوم، وحطوا معلقة ملح ونقطة زيت، وحطوهم في علبة وحطوهم في الفريزر وقت ما تعوزوهم. والله في اي حاجة، في كبدة ممكن تحطي في خلطة المحشي، فول بالخلطة، الصلصة بتاعت المكرونة برضو. ماشي يا حبايبي، وهنا كده خلصت خالص. بألف هنا وشفا يا رب، بألف هنا.